مرة أخرى وفي اليوم الأربعين لتفجيرات بغداد الدامية التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية وحصدت أرواح العشرات من العراقيين، جددت الحكومة العراقية اتهامها لدمشق بالمسؤولية عن هذه التفجيرات، مشددة في الوقت نفسه على عزمها المضي قدما باتجاه التحقيق والمحاكمة الدولية. هذه رسالة كان يعتقد من يقف خلفها، وأقول بصراحة أنها لم تكن من قدرات محلية، إنما لا بد وأنها تحتاج إلى دعم وإسناد. صار قرار دولي باعتبار هذه الجرائم جرائم إبادة جماعية وموجهة ضد الإنسانية كلها، والسعي الحثيث إلى ملاحقة الجنات ومموليهم وداعميهم ومحرضيهم حيثما كانوا. تفاعلات أزمة العلاقة بين العراق وسوريا وضعت الحدود بين البلدين تحت مراقبة مشددة من قبل القوات الأمنية العراقية، خصوصا وأن بعض التقارير تشير إلى إلقاء القبض على بعض المتسللين عبر تلك الحدود. تتحول التعهدات وآخرها التعهدات التي قيلت في شرم الشيخ أن تتحول إلى واقع وممارسة فعلية تحول دون تسرب وتسلل المجرمين من دول الجوار. الحكومة العراقية أكدت في ضوء حديثها عن الأزمة بين البلدين أنها فهمت رسالة التفجيرات وأرسلت بالمقابل رسالة ترجو أن يفهمها الطرف الآخر. التوجه إلى المحكمة الدولية كان خيار الحكومة العراقية في اليوم الأربعين لتفجيرات بغداد الدامية بعد أن جددت اتهامها للجانب السوري بالمسؤولية عن هذه التفجيرات. حازم محمود، بغداد، أخبار المستقبل.